السلام عليكم اخواتي في الله. النهارده ان شاء الله احنا هنعمل صينيه رواني. احنا عندنا المقادير بتاعتنا اللي هنستخدمه في الرواني. هنا طبعا كيس بيكنج باودر، 3 بيضات. اول حاجه هنحط 3 بيضات. طبعا احنا دايما متعودين ان احنا لما بنعمل اي كيكه او اي حاجه بنحط السوائل في الخلاط او الكبه والحاجات الناشفه في البول اللي هنعمل فيها. هنا هننزل بالثلاث بيضات. معانا 3 بيضات نزلنا بيهم، عليهم نص كوبايه زيت. انا بكمل زيت وسمنه، يعني هي نص ماده دهنيه. انا هنا حطيت قد يعني حطيت شويه زيت وهكمل قد معلقتين دول على بعضيهم نص ماده دهنيه. حطيت 3 بيضات. هنعمل صينيه روان النهارده بعصير البرتقال. ده عندنا كوبايه عصير برتقال، ده بديل اللبن. لو انت حابه اللبن تستخدم اللبن. نص كوبايه سكر. وهنا 3 بيضات، كوبايه عصير برتقال، نص كوبايه زيت، نص كوبايه زيت على سمنه، نص كوبايه سكر. هنضرب بقى الحاجات دي كلها مع بعض. هنا بقى هنحط النواشف مع بعض، اللي هو الكيس دقيق كوبايه دقيق سميد، وكوبايه دقيق ابيض، وكيس البيكنج باودر بتاعنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى هنضرب البيض وعصير البرتقال والسمنه والسكر، اللي هما 3 بيضات، نص كوبايه ماده دهنيه، سمنه على زيت، نص كوبايه سكر، كوبايه عصير برتقال. احنا حطينا نص احنا في الكيكه بنحط كوبايه سكر، بس دي عشان هنعمل لها شربات فبنقلل السكر. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. وعشان كده حطينا نص كوبايه سكر بس، وعشان بعد ما تطلع من الفرن بنحط لها شربات، بنعملها زي البسبوسه بالظبط يعني. هنا طبعا زي ما قلت لكم احنا حاطين في البوله كوبايه دقيق سميد، وكوبايه دقيق ابيض، ومعلقه وكيس بيكنج باودر. هنا هننزل بمعلقه خل. معلقه الخل دي يا جماعه بتديها هشاشه حلوه قوي، يعني بتخليها حلوه بصراحه معلقه الخل دي. طبعا هننزل بالحاجات اللي احنا ضربناها، اللي هما 3 بيضات، نص كوبايه ماده دهنيه، نص كوبايه سكر، كوبايه عصير برتقال. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طبعا لما بنضرب المقادير يا جماعه بنضربها على ناحيه واحده كده، يعني في اتجاه واحد. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو ده القوام اللي احنا بنحبه لصينيه كيكه او الرواني. دي رواني يا جماعه. الرواني هي زي الكيكه بالظبط، بس اللي احنا بنشيل كوبايه دقيق ابيض بنحط مكانها كوبايه دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسه. كده هي ضربناها اهو بالمضرب اليدوي اللي معانا ده. طبعا عندنا صينيه القالب اللي هو المتوسط، قالب البشاميل المتوسط. هندهنه سمنه كويس، طبعا هنبطنه كويس عشان ما تلسكش معانا في الصينيه. والله بجد يا جماعه صينيه الرواني دي طلعت خطيره، كانت جميله فعلا يعني. وما خدش يعني، انا عملتها وانا فاتحه معاكم الكاميرا، يعني ما كنتش ببصر الكاميرا ولا حاجه، ما خدش وقت ابدا. طبعا انا وشغاله معاكم، انا وشغاله بعمل في الحاجات دي، كنت طبعا مشغله الفرن. لازم اعفر الصينيه كويس طبعا عشان اتاكد ان هي مش هتلصق فيها الرواني. الرواني اللي هي كوبايه دقيق ابيض وكوبايه دقيق سميد. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طبعا هننزل هنا بالحاجه معانا في الصينيه، ما نخليش حاجه يا جماعه. نحاول على قد ما نقدر ما نخليش حاجه، يعني دي حاجه محسوبه علينا بالجرام. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه 180. هنا عملنا الشربات ده عباره عن نص كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، وعندي ملح ليمون. ما خدتش تلت ساعه وكانت طلعت والله كانت جميله جدا. هنا عملت لها اختبار، الحمد لله السكينه نظيفه، كده معناها ان هي استوت. لو السكينه طلع فيها عجين كده معناها ان هي لسه ما استوتش. طبعا هي وسخنه كده، احنا بنعملها زي البسبوسه، هي وسخنه كده بالظبط. هننزل عليها بالشربات. الشربات يا جماعه ما يكونش شربات تقيل قوي، يعني يكون شربات هو يكون معجود وكده، بس ما يكونش تقيل زي بتاع الكنافه. يبقى شربات سايب شويه، خفيف شويه.
طبعا انت لو عندك، انا لو كان عندي جوز هند طبعا برش لها جوز هند او مكسرات على الوجه، بس انا بصراحه ما كانش عندي حاجه، بس هي كانت طالعه جميله والله. احنا كان يوم جمعه كده وصباحنا الصبح قلنا نعمل حاجه حلوه نفطر بيها يعني. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان طعم البرتقال فيها خطير جدا يعني. طبعا زي ما بقول لكم النهارده يوم جمعه بقى، وعاملين فطارنا وفول وطعميه، ودي بقى عشان نشرب بيها الشاي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اتمنى بالله ان الفيديو يعجبكم، وتشرفوني بالاشتراك في قناه ام موده. السلام عليكم.